لو اشتريت حاجة غالية جدا زي سبيكة ذهب مثلا وحبيت تبيعها بعد فترة ممكن تكسب أو تخسر، وده لأن الذهب دايما أسعاره في تغيير مستمر. لكن الأميرة اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي ساعة رولكس مختلفة شوية. أي نعم هي سعرها بيتغير لكن بيزيد مش بيقل حتى لو كانت قديمة. خليني أقول لكم إن ساعة رولكس تعتبر في حد ذاتها بمثابة جوهرة أو قطعة نادرة، سعرها بيزيد كل ما عدى عليها الوقت. واقرب مثال لكده ساعة الممثل الأمريكي بول نيومان اللي اتباعت سنة 2017 ب 17.8 مليون دولار، يعني تقريبا 300 مليون جنيه مصري. اهلا بكم في قناة فريسكا، انا محمود سعيد، والنهارده هنتكلم عن شركة رولكس، ازاي بدأت، مين اللي أسسها، وشوية ارقام كده ومعلومات غريبة عن الشركة. في البداية صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو. هانز ويلسدورف اتولد في ألمانيا سنة 1881 وتوفى سنة 1960 بعد ما ساب اسمه صيت كبير جدا لشركة رولكس على مستوى العالم. أسس شركة رولكس سنة 1905 في انجلترا، لكن بعد كده تم نقلها لسويسرا بسبب الضرائب المرتفعة جدا اللي كانت موجودة في الوقت ده في انجلترا. بدأ ويلسدورف شركته بمبدأ وكان ثابت عليه الحقيقة لحد ما مات، وهو انه كان مخصص جزء من الارباح للتبرعات والجمعيات الخيرية. ولما ماتت مراته ووجد انه بكده ملوش ورثة، أسس جمعية خيرية باسمه علشان كل ممتلكاته بما فيهم شركة رولكس تروح للجمعية الخيرية بعد ما ماتوا. ودي الحقيقة المعلومة اللي استغربت جدا لما عرفتها، خصوصا ان عرفت ان الجمعية دي غير هادفة للربح، فبالتالي ما بتدفعش ضرائب، وإن كل أرباح الشركة بيتخصم منها بس مرتبات الموظفين والفلوس اللي بتتصرف على الأبحاث لتطوير الساعة نفسها، والباقي واللي هو رقم كبير جدا بيروح للجمعية الخيرية. الحقيقة مفيش أرقام دقيقة نقدر نعتمد عليها بالنسبة لعادات الشركة من يوم إنشائها، لكن في بعض الأرقام بتشير إلى أن أرباح رولكس سنويا بتتجاوز 4.6 مليار دولار. لك أن تتخيل رقم فلكي زي ده بيروح منه قد إيه للجمعية الخيرية بعد يدوب ما بيخصموا منه الفلوس اللي بتتصرف على تطوير الساعة وكمان مرتبات الموظفين. 4.6 مليار دولار، رقم فلكي صح؟ اكيد رقم كبير جدا. عايزك تتخيل معايا ان ويلسدورف ما عملش الجمعيه الخيريه دي، الفلوس دي كلها كانت هتروح فين؟ خصوصا انه ما كانش ليه ورثه بعد موت زوجته، اكيد كانت هتبقى مطمع لكتير من الناس. اعتقد ان سر بقاء رولكس لغايه النهارده وبقاء اسمها رمز للثراء الفاحش هو ان ويلسدورف اخذ قرار انه يعمل الجمعيه دي، وده لانه ببساطه الجمعيه دي بتوفر فلوس كبيره جدا على الشركه كانت هتروح للضرائب لولا وجود الجمعيه، خصوصا ان ارباح الشركه كبيره جدا. من ضمن الارقام الصادمه جدا بالنسبه لي وهو قيمه العلامه التجاريه لشركه رولكس. كلمه رولكس بس لوحدها سنه 2019 كانت عامله 9 مليار دولار. شركه رولكس انتجت سنه 1926 اول ساعه مقاومه للماء، واللي كانت طفره كبيره جدا ساعتها. في نهايه الفيديو خليني اكلمكم عن مميزات موجوده في ساعه رولكس واللي اكيد ساهمت بشكل كبير جدا في ان الشركه يكون لها الاسم الكبير ده. مبدئيا كده الساعة بيتم تصنيعها يدويا، وده اللي بيميزها عن ساعات تانية كتير. لكن في نفس الوقت بيسبب لهم مشكلة بسبب انهم بيهدروا وقت كتير جدا في تصنيع الساعة الواحدة، وده لان الساعة الواحدة بيتم تصنيعها في فترة بتزيد عن سنة، وبيتم اختبارها في فترة بتزيد عن 15 يوم. وكمان من ضمن الحاجات اللي بتميز شركة رولكس عن الشركات التانية انها بتصنع كل الخامات اللي بتحتاجها في تصنيع الساعة بنفسها، حتى الذهب اللي بيستخدموه في تصنيع بعض الأجزاء الموجودة في الساعة هم اللي مجهزينه بمعايير معينة، وكمان معاهم براءات اختراع بالنسبة للتركيبة دي. وكمان الفولاذ اللي بيتم استخدامه في تصنيع الساعة هو أعلى درجات الفولاذ المقاوم للصدأ والمستخدم في تصنيع المكوكات الفضائية. بس كده يا سيدي، في النهاية لو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك وسبسكرايب، ويا ريت تفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا أول ما تنزل. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.